قصيدة بعنوان بان القطار. بان القطار. هو الضدان لقيا وافتراق، وآمال وآلام عتاق، إذا ما اختال في الواحات زهوا، وبان له على البعد انبثاق، ودق كما تدق رحى طحين، كقدح الخيل يغريها السباق، كترنيمات خلخال تحلت بضبط الوقع ينظمها اتساق، تهلل من له خل تدانى، وأدمع من به حكم الفراق. كلا الضدين يشهده رصيف، حكى عن وصفه هذا الطباق. أجل بعض العناق عناق بشر، وبعض منه شجو لا يطاق. على ذاك الرصيف رأيت طفلا يواسي أمه دمعا يراق، يكاد البعض من شكواه يبكي، وبعض الناس في شغل تساق، إلى أن صفت الناس ازدحاما، وأمسى دون رؤيته انغلاق، وأزمعت القواطر راحلات يحركها صياح وانطلاق. هي العربات سوق للبرايا، وداد بعده يأتي افتراق، محطات تلي الأخرى كدنيا، بكل محطة تقضى رفاق. فذا متعجل وسواه يحلو له مرأى شموس وانشقاق، وسحب